السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي ومتابعين القناة. النهاردة هنعمل كرنبيت. احنا سلقنا الكرنبيت، كمية الكرنبيت سلقناها، لكن هنعملها النهاردة بطريقة مختلفة. هنعمل صينية كرنبيت. يعني احنا دلوقتي حطينا شوية كرنبيت في صينية، قطعناهم حتت قطع صغيرة قد حجم كده الليمونة المتوسطة، وبعدين قطعنا عليها طماطم وشطة، قرن شطة حراقة، وجبنا فيها بقى فصوص توم كتيرة جدا جدا جدا. يعني هي لو خدتوا بالكم هتلاقوها فيها يجي راسين توم. وقطعنا عليها عود من الشبت أو أي عود خضرة يعني. وعندنا البيض، ضربنا بيضتين وعملناهم بشوية، حطينا عليهم شوية نشا وشوية مية صغيرين، ولو عندي مثلا عصير طماطمية صغيرة كده عشان أخليه النشا يدوب. وحطينا المكونات دي وهنضيفها دلوقتي على الصينية. حبايب قلبي خليكم معايا. طبعا حطينا معاها بقى التوابل اللي احنا عاوزينها. حبايب قلبي احنا كده هنضيف الخلطة بتاعت الكرنبيت، هنحطها على الكرنبيت بتاعنا، هنفضيها وبعدين هنقيد عليها البوتاجاز. ولما ينشف الخلطة دي تنشف نبدأ نحطها في الشواية. حبايبي هوريها لكم بعد ما يستوي وبعد ما تطلع من الفرن علشان تشوفوا الصينية بعد ما حطيناها في الشواية وبعد ما ضفنا عليها الخلطة بتاعت البيض والنشا وشوية مية أو شوية عصير طماطم صغيرين وفضيناهم على الصينية. بعد كده هنقيد البوتاجاز على الصينية علشان تستوي، وبعد كده في النهاية هنشغل عليها الشواية شوية عشان تاخد وش. الطريقة دي حبايبي أنا جربتها، بتبقى رائعة الجمال، ليها ريحة ولا أكن يعني أجمل حاجة في الدنيا. حبايبي ويشرفني ويسعدني اشتراككم في القناة عشان القناة تعلى بيكم، واعملوا لي لايكات كتير عشان يوصلكم مني كل ما هو جديد. حبايبي إلى أن نلتقي في فيديو آخر جديد، لكم مني ألف تحية وألف سلام وإلى اللقاء.